هاخد لا ما ده واقع يعني بقى. الديفل ادفوكيت زي ما أيوة، بيقولوا، تمام، يعني تمام. اكون محامي الشيطان. أيوة، تمام. هل حضرتك شايف يا استاذ الدكتور علاء انه يعني اللي قاله الدكتور مصطفى ده يصل الى حد انه يكون فساد، انه يكون افساد، انه يكون تكييف؟ انا مش سامع الممثلين. ده الصور اللي يمكن قدام الساده ده المشاهدين. ده التجديدات، ده التجديدات اللي بالملايين. شايف حضرتك؟ اتفرج على الصور، هي تتكلم عن نفسها. يعني انا مش ده حمام البنات. التجديدات دي تمت في عصر مين؟ في العصر بتاع الدكتور سامح. يعني ده من سنه، يعني ده نتاج من سنه. يعني ده مبنى ده خشب تم تسليمه من سنه، من 7 شهور. ده مبنى بس ده انا مش شايف حاجه، ده خشب يعني. لا ده خشب كله بؤر بالشكل ده. وحضرتك الصوره اللي فاتت ده طلع، البؤر دي بتطلع بعد فتره. فتخيل لما يبقى الخشب كله بهذه النوعيه. خشب الارضيه ده اهو يعني دي بؤره طلعت غير مطابق جوه الخشب. لا غير مطابق طبعا. ارضى انواع الخشب وارخصها. وشوف بقى القاعه حضرتك كلها بالشكل ده. ده البياض اللي وقع، فيبين ان حضرتك كان لا اتعمل محاره ولا اتعمل تكسير للحيطان ولا اتعمل حاجه. ده وش واحد بوهيه على القديم. وده اتكلف 27 مليون جنيه ونص. ده المعلن كمان. خدت بال حضرتك؟ ده بص حضرتك التشطيبات دي ده المستوى حضرتك. طب ومين اللي استلم المبنى ده؟ ده استلم يعني هل تم استلام هذا المبنى باعتباره؟ بص حضرتك خلاص اتفرج. ده الرطوبه اللي ناشعه في كل حته. حتى ده حضرتك حمام البنات من جوه. كل اللي عملوه جوه ان هم عملوا اسمنت مكان الاشاني. تخيل حضرتك، ده مستوى التشطيب. والصور دي بعد ما تم استلام مبدئي باجبار بعض الاساتذه على انهم يستلموا. اتفرج حضرتك. ده المستوى، ده رخام المفروض. ده كرسي رئيس الاكاديميه في المسرح الجديد اللي اتجدد. ده نوعيه التنجيد وتشطيب ده الكراسي. ده ظهر خشبه المسرح. شايف حضرتك النشع اللي فوق ده؟ لان كل ده ادهن وش فقط اسود على القديم. لم تتم. ده المسرح الحمام الوحيد اللي على خشبه المسرح اللي المفروض تدخله الفنانين. يعني المسرح ده معمول علشان يؤجر للاعمال الفنيه المختلفه. ده المستوى بتاعه. ده حضرتك سلوك الكهرباء اللي في كل حته. لو مشيت في اي مكان هتلاقي سلوك كهرباء بالشكل ده عريانه. ما انتش عارف ده رايح فين وجاي منين. دي حضرتك لحامات بتاعه ستاره المسرح. لحام في الحام في الحام في الحام في الحام. يعني حاجات مجرد الاستعمال بعد فتره كل ده هيتهد، هيقع فوق بعضه. وانا كنت مدير تنفيذي للمسرح ورفضت كل هذه. ده التكييف حضرتك المركزي. شايف حضرتك عامل ازاي؟ ده مستوى اهو. دي حضرتك دي قاعه من القاعات. هذا هو الشكل بتاع التشطيب والتسليم. انتوا تقدمتوا باي حضرتك يعني انا لما ملاحظات على المبنى ده اللي متكلف 27 مليون جنيه؟ طبعا. ده انا قدمت لحضرتك بمساعده، يعني عملنا لجنه اللي شكلها عميد المعهد، انا ودكتور صبحي السيد ودكتور اسلام النجدي، وقمنا يعني فلينا المعهد. شايف حضرتك الصوره؟ ده مدرج مندور. ده مدرج مندور. طبعا المقصود الدكتور محمد مندور طبعا. طبعا. وده المدرج الوحيد في المعهد، واللي يعني درست فيه اساتذه وعمالقه كبار على مدار السنين. ده بعد ما جدد. يعني ده منظره بعد ما اتجدد. حاجه تبعث. ده بعد ما تم صرف 27 مليون جنيه ونص المعلن. خدت بال حضرتك؟ فده بقى حضرتك بتكرر المعلن كذا مره. لانه حضرتك لازال الجيمانيزيوم لم يتم تسليمه لانه مش لاقيين له فلوس. وكمان ورشه ايه؟ الجيمانيزيوم في المعهد. يعني اذا كان خشبه المسرح نفسها فيها مشكله فتقول لي جيمانيزيوم. ما هو كان في جيمانيزيوم موجود حضرتك اصلا موجود من سنين طويله. بيعمل ايه الجيمانيزيوم؟ الجيمانيزيوم ده حضرتك عشان محاضرات اللياقه والرأس وما الى ذلك، وفي حمامات وفي سخن وبارد وكل حاجه. وده موجود اصلا، كان منشأ مجرد تجديدات. مش لاقيين له فلوس. والورشه بتاع الديكور بتاع قسم ديكور، ده المعمل بقى بتاع قسم ديكور، تخيل حضرتك مقفول لانه مش لاقيين له فلوس. والطلبه والطالبات تشيل الخشب على كتافها وتمشي تروح التلاتيني علشان تشق الخشب بنفسها. يعني لان الورشه مقفوله. يعني الدكتور سامح مهران عنده علم. لا عارف في سنه يجيب 27 مليون جنيه ونص. ده هذه الفتره شهدت ملايين متدفقه على الاكاديميه. الفتره دي بتقول ايه؟ الفترة دي من أول ما مسك دكتور سامح مهران، اللي هي بقى لها سنتين بدليل حضرتك 35 مليون أو أكتر لمعهد فنون مسرحية،
ودلوقتي بيتجدد كونسير بنفس المبلغ، وداخلين على باليه بعدها، وبعدين موسيقى عربيه، وبعدين سينما وما الى ذلك. وكلهم بنفس الشكل ده؟ لا، ده هم بياخدوا معهد معهد. ايوه يعني كلهم، احنا يعني كلهم التشطيبات بنفس الشكل ده؟ ما ده لسه هيتم بقى، هم أول هنشوفه معهد بقى بس. لما يخلص. اه خد بال حضرتك، يعني ده هيتشاف لما يخلص، ده لما خلص. ودي حضرتك 1/100 من الصور اللي لقطت في المعهد، 1/100. يعني دي بس عشان وقت البرنامج. يعني اذا اقدر استنتج من اللي حضراتكم بتقولوه انه حضراتكم في اكاديميه الفنون عندكم مشكله مع عميد الاكاديميه، رئيس الاكاديميه. مش كده؟ انا شخصيا يا دكتور، يا استاذ جمال، انا ما يهمنيش غير الملايين المهدره راحت فين. اللي بيقول اللي عامل ده طب ما يكلفش اكتر ما من تق- 3-4 ما مليون. تقدمتش ليه ببلاغ؟ البلاغ عند النائب العام حضرتك مقدم. بملف 34 صفحه. اول ما رصدنا الملحوظات كتبنا ملف متكامل مسند بالصور. يعني انتوا متقدمين ببلاغ ضد الدكتور سامح مهران مقدم للنائب العام؟ لا، نعم. الاول اتقدم لدكتور سامح مهران، ادي الملحوظات اللي على المعهد. طب وكان رده ايه؟ قالوا ماله، لازم يخلصوها، كل بند واحد يودي السجن. يعني حضرتك لما تشوف التكييفات ايه، المواتير ايه، كل حاجه فيها هذا الفساد، ولم يتحرك احد لعمل. يعني اجيب لحضرتك في صور من دي بس من هنا يومين لما تقولي- 3. هنا لما تقول لي الفساد يبقى الفساد ده مشترك فيه من استلم هذا تسليم والتسلم. التسليم والتسلم. جميل. التسليم تسليم مبدئي اللي حصل، تسليم طب مبدئي. ما في هذه الحاله ممكن يحتج لانه تسليم مبدئي فهو لم ينتهي بعد من الاعمال. مين اللي اجبر وبالتالي- الاساتذه على انهم يستلموا تسليم مبدئي؟ مين؟ هو لازم يبقى في حد يا دكتور. يا طب أستاذ والاساتذه جمال، استلمت ليه؟ ما هو حضرتك ما فيش حاجه اسمها اجبر. الاساتذه دي يعني دلوقتي هم اجبروا على انهم يستلموا وبالتالي هم دلوقتي مسؤولين لانهم ما استلموا. هو النغمه اللي كانت بتتقال ايه يا استاذ جمال؟ انه والله استلموا مبدئيا، ولو حصل اي ملحوظات الشركه مطالبه انها تصلحها. ده في تاسيس، ده في حاجات تاسيسيه. يعني المبنى لو اتهد واتبنى من اول وجديد 20 دور مش هيكلف المبلغ ده لو اتهد كاملا. انا مستغرب اللي حضرتك بتقوله، ومع ذلك ان في زملاء لحضرتك استلموا ووافقوا. اقول لحضرتك وقت لان ده معناه ان لما حضرتك تكلمني ده معناه انه كلامك عن الدكتور سامح مهران فقط فهو كلام مش مكتمل. انا لا اعفيه من المسؤوليه لانه رئيس المؤسسه. لا معنى كده ان في منظومه كامله موجوده يعني. بالظبط. بس هو رئيس المؤسسه هو مسؤول اللي أولاً. يستطيع لما تجيله شكوى او تجيله اي ملاحظات على اي تجديدات او اي. هو رئيس المؤسسه، ولكن هناك من استلم ومن تسلم ومن كتب محضر ومن وافق على المحضر ومن وقع عليه. ما هيش المساله بتمشي كده، ما حضرتك عارف. طيب جميل فانت جدا. عندك قسم ديكور، ليه قسم الديكور ما شافش مهندسين الديكور والاساتذه بتوع ما قسم هم الديكور؟ استاذين من قسم ديكور كانوا ضمن اللجنه اللي استلمت، بقيه اللجنه كلها ناس من بره المعهد، انما كان في استاذين من قسم الديكور. دول وافقوا ليه على الاستلام؟ مساله ترجع لهم وبعدين لا ما ترجع لهمش هو يا دكتور. حضرتك دلوقتي استكمالاً. بتكلموني دلوقتي على انه في مشكله مع الدكتور سامح مهران. كويس؟ انا مشكلتي مش مع الدكتور قد ما هي إدارة سياسة الاهدار الإدارة. لهذا المال العام. راحت فين الملايين اصلا؟ يعني مين وداها فين لما يتصرف على ده؟ دي حاجات في حضرتك اردأ انواع الخامات، اقل نوعيه من المصنعجيه اللي بيشتغلوا الحاجات. يعني جايب ناس من اللي هي ما بتعرفش اصلا، اخد بال حضرتك؟ وبعدين في بجاحه في التسليم، يعني بجاحه اللي هو اعمل اللي تعمله، احنا عاملينها كده اهي، شوف هتعمل ايه. استكمالا لكلام الدكتور. يعني حضرتك لما يبقى منظر يتبجح يعني. اقول لحضرتك لما تشوف حضرتك منظر مدرج مندور، لما انت شفته كده بيقول لك اعمل اللي تعمله. مين اللي بيقول لك؟ اللي عاملين الشركه اللي مسلمه بتقول لك مش هتقدر تعمل لي حاجه، وريني هتعمل ايه. ليه؟ كما لو انه في سلطه كبرى. لا مش كما لو انه يا دكتور، ما ينفعش حاجه كما لو انه دي ما تنفعش. انا افهم ان لان حضرتك هنا عايز تشير بشكل من الاشكال الى انه هناك من يدعم هؤلاء، وما عنديش اي دليل بيقول او اشاره بتقول انه بيدعمهم. كويس جدا. يبقى انا بدليل ان حضرتك قدمت بلاغ. انا مشكلتي دلوقتي الملايين دي راحت فين؟ دي ملايين الشعب، فلوس الشعب راح فين؟ حضرتك لما الدكتور سامح وكلنا بان احنا نعمل كشف بملحوظات، اول حاجه دخلت له مكتبه قلت له اوقف حضرتك كل المعاملات الماليه مع هذه الشركه لان في كوارث. قال لك ايه؟
قال ايه بس وبتاع، طب نقعد ونشوف ايه الحاجات المطلوبه. قلت له الحاجات مش مساله حاجات مطلوبه، دي كوارث، المعهد ما اتعملش فيه طب ما حاجه. قلتش ليه الدكتور سامح تعالى معايا يا دكتور سامح بس. خدته حضرتك المسرح وفرجته ودخلته القاعات وحمام البنات اللي حضرتك شفته ده كان ودخلته له. يا جماعه ما تشوفوا المساله دي تعملوها، يا جماعه ظبطوا طيب الامور دي. مين يا جماعه؟ مين اللي هم الناس اللي حواليه. مين الناس اللي حواليه؟ يعني المستشار، امين الإدارة. الاكاديميه، الاداره، اللي هو يا جماعه اكنه يعني مساله ما تهمناش، يعني شوفوا. ولكن بقاله الملف ده عنده بقاله 5 شهور، ماذا صنع في لا، هذا هو الملف؟ طب المعهد استكمالا. شغال، الطلبه بتروح وبتيجي بتروح. يعني آه. في المبنى ده ماشي. هو وفي سلوك عريانه في كل حته، وفي ناس اتكهربت آه. من السلوك العريانه. استكمالا لكلام الدكتور، احنا قابلنا يوم 9 مارس تحديد سياده الوزير، كنا حوالي في مكتبه في الزمالك، وكنا حوالي 15 استاذ لاشياء كثيره منها هذا الموضوع، وكان ملف قد كده وبلاغات كثيره منها ضمن اللي ذكره الدكتور. ووعد الدكتور عماد ابو غازي بدراسه ده والكلام مع الدكتور سامح مهران، ولم يتم شيء. الدكتور عماد ابو غازي قال ان اللي حضراتكم بتقولوه ده كله، وده قالوا لينا يعني ما هو موضع تحقيق، وهو مش عايز يخش في المسألة. ما هو قال لنا كده، قال لنا حتى احنا قلنا له يعني بما معناه ان احنا يعني كان في شهر مارس والمسائل المرتبطه بالثوره والى اخره، يبقى في انتخابات ويبقى في اختيار قيادات وبتاع. قال هو المجلس العسكري هو المسؤول عن ايقاف او تغيير رؤساء الجماعات، لان دول متعينين بقرار جمهوري، فاللي يشيلهم المجلس العسكري، وبالتالي خرج من هذا الموضوع. ولكن ما ترتب على هذا، احنا بنتكلم في مارس واحنا النهارده في شهر 6، فايه اللي بيحصل بقى في ال3 شهور؟ ده اللي بيحصل هذا الصدام من مركز القوه، صدام اداري واكاديمي ويعني علمي، بحيث ان هو بيحاول يعني مش عايز اقول نفس اللفظ، تصفيه حسابات مع بعض الاساتذه المختلفين معه، محاوله شخصنه المشاكل كلها، بحيث انها تبقى فلان ويبقى فلان ويبقى فلان يوقف 3 شهور وحل التحقيق لاسباب وهي، ثم يوقف مره اخرى وكيل المعهد عندي توقف مرتين لاسباب وهي، واتحقق معاه وحفظ التحقيق. اين حق هذا الاستاذ وقيمته؟ نحن ال7 اساتذه، واكرر هذا الموضوع، وهذا الموضوع هنرجع عليه بالشكل القانوني، كيف نحل التحقيق ولا يصل اي نتيجه تحقيق، ولا ترد لنا كرامتنا كاساتذه نروح يحل التحقيق. هذا هو مربط الفرس مع الدكتور سامح مهران، ان هناك صدام بينه وبين كثير من اعضاء هيئه التدريس. طب وحل المشكله دي ايه؟ حلها ان يبقى في رئيس اكاديميه اخر. يعني انتوا عايزين الدكتور سامح مهران يمشي؟ لان غير متوافقين معه كاساتذه، وعموم الاساتذه غير متوافقه معاه ومع سياسته التعليميه والاكاديميه داخل الاكاديميه. ويمكن انا ضربت مثل بس طبعا ممكن نستنتج من هذا ان حضراتكم ممكن تكونوا مش متوافقين معاه، ولكن هناك من يتوافق معاه. نعم، في الاكاديميه، هو هذا شيء طبيعي، وبالتالي في حاله من حالات بس المستندات يعني حضراتكم بتقولوا حاجه لان انتم مختلفين معاه، غيركم مش مختلف معاه وبيقول يعني مساله مختلفه. وفي قضيه يعني قضيه 363 في النيابه الاداريه كلها ضده وضد سلوكه الاداري، ولم تحسم حتى الان، وقضايا اخرى موجوده بيننا وبينه. انا عايز اقول لحضراتكم ان انا لا احنا الهدف العام المصلحه العامه. انا ما اعرفش الدكتور سامح، لا الهدف العام، وقابلته في حياتي مره واحده من نعم سنين كتير. نحن لا نختلف معه كشخص، ولكن نختلف معه كسياسه واداره. وانا شخصيا كعميد سابق عاصرت كثير من رؤساء الاكاديميه. الاكاديميه. اذا حضراتكم دلوقتي بتطالبوا بانه يكون هناك عميد اخر، رئيس اكاديميه اخر، رئيس اكاديميه اخر، لان في زي ما بتقولوا فساد، ولان في وفي صدام وعدم توافق، في عدم استقرار. نعم. انا شخصيا ما يهمنيش ان هو الدكتور يتشال او ما يتشالش، انا يهمني اعرف ده راح فين. واضافه بس بسيطه، اللي احنا كتبناه من الملحوظات كان بدون تواجد كراسه الشروط معانا. على اي الاحوال انتوا عبرتوا عن وجهه نظركم ووضحت المساله، وحق الرد طبعا مكفول للدكتور سامح في اي وقت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى يحيى، بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء قوة. انتوا راضيين على هذا الاداء ام انكم غير راضيين على هذا الاداء؟ بعد الفاصل.